الفيديو بتاع النهارده بيحكي عن بتفضل دايما بنتها على الولد. يا ترى دي حاجة كويسة ولا مش كويسة؟ بس قبل ما تبتدوا لازم تدوسوا اعجاب بالفيديو ده، ولازم تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل فيديوهاتنا الحلوة. البنت جالها لعبة جديدة كانت بتلعب بيها وبتغيظ الولد طول الوقت. هو الولد كان مش مطلوب منه ان هو يلعب، هو كان لازم يخلص كل الحاجات اللي وراه. ده حتى لما فكر يلعب معاها رمت اللعبة في وشه، وهو كان عايز يلعب معاها بس اللعبة خبطته جامد وتصحي متعصب، كسر اللعبة من غير ما يقصد. العصبية كانت شديدة. ايه اللي حصل بقى؟ الأم دخلت لقت الولد مكسر اللعبة، ما شافتش البنت وهي بترميها عليه. البنت قعدت تقول لها ده كسر اللعبة بتاعتي. الأم أخدت البنت، وبعد شوية لما البنت كبرت والأم برضو كبرت، برضو كانت بتصرف على البنت، والولد ما كانش لاقي حاجة يعملها، كان لازم يشتغل ولازم يعمل كل الشغل اللي وراه. ايه ده؟ دول الولاد بيلعبوا وبيدوا فلوس للفراخ، ينفع يعملوا كده؟ ما ينفعش ابدا. ايه يا جماعة، انتوا افتكرتوا انكم تدوسوا اعجاب بالفيديو ولا لسه؟ وكمان مين منكم اشترك في القناة بتاعتنا؟ ايه رأيكم ما تتابعوا الفيديوهات التانية كمان؟ يمكن تغير رأيكم وكلكم تشتركوا في القناة. الولد بدل ما هو بيلعب كان بيساعد الناس في ان هو يقدم الاكل للحيوانات، وكان بيكسب فلوس من ورا ده، مش بيصرف الفلوس اللي مامته بتديها له زي البنت. وبالعكس ده كان بيساعد الام في ان هي تاخد فلوس. الام تاخد الفلوس منه وتديها للبنت عشان البنت بتصرفها على اللعب، والولد كان بيتعب جدا عشان ياخد الفلوس دي. بالعكس ده كان بيعمل اطباق وكان بياكل الام وكان بياكل البنت، والام دايما غضبانه منه. يا ترى هي بتعمل كده فيه ليه؟ يا ترى هو مش ابنها ولا فيه ايه؟ الولد بص لقى البنت اخدت الفلوس وكمان بتصرفها على اللعب اللي زي دي. هي فرحانة ان هي بتدفع فلوس عشان تتفرج على الفراخ وهي بتتخانق. هو رجع عشان يقول لمامته ان الفلوس دي بتتصرف غلط، هو تعب جامد اوي عشان ياخد الفلوس دي. لقى الام قاعدة تعبانة في السرير وعيانة، هو كان مش عارف يعمل لها ايه. لقى حرارتها عالية جدا، هي مش بتاخد بالها منه بس هو كمان بياخد باله منها. هو ما بيفرقش معاه، المهم ان هي تبقى كويسة، وكان بيغطيها وياخد باله منها كويس قوي. ده كمان كان بيعمل لها الاكل وبيعمل لها كل حاجة نفسها فيها. البنت بتيجي بتبقى مش بتعمل اي حاجة. هو افتكر الموقف اللي البنت عملته وقال لها ازاي تعملي حاجة زي كده. هو بيتعصب، ومع كل اسف دي غلطته، ان هو اول ما بيتعصب ما بيعرفش ياخد باله من تصرفاته. لازم كل واحد فينا ياخد باله من تصرفاته. البنت جريت من البيت وقالت لأمها أنا عايزة فلوس. الأم اديتها فلوس برضو. الولد لقى البنت بتاخد الفلوس اتعصب جدا جدا. هو مش عارف يعمل ايه. هو ما يقدرش يمنع الفلوس عن مامته، بس هو في نفس الوقت ما يقدرش يقول لها تصرف الفلوس في ايه. هو بيقترح عليها بس ان هي ما تديش الفلوس للبنت طول الوقت، بس هي ما تقدرش تعمل ده. طول الوقت بنت طالبة فلوس، البنت بتطلب فلوس ومش عارفة تعمل ايه عشان تجيب فلوس. الوقت اللي مامتها معهاش فلوس فيه البنت اتعصبت جدا وخرجت وسابت البيت. الولد هو اللي بيصرف على البيت، بس هي لقى البيت متكسر. قال لها ايه اللي حصل؟ قالت له البنت جت وكسرت البيت. هو بيحب يهتم بالبيت وبيحب يهتم بكل حاجة، بس كمان البنت جابت ناس معاها عشان يضربوا الأم عشان ياخدوا الفلوس اللي في البيت. دي البنت بقت شريرة جدا. كل ده من سبب التربية والإهمال فيها. لقوا الناس اللي قاعدة في البيت عمالين يضايقوا الأم وقاعدين ياخدوا كل حاجة عشان ياخدوا كل الفلوس في البيت. وفجأة لقوا الخزنة اللي فيها الفلوس اللي شايلاها الأم. ضربوا الولد عشان هو بيحاول ينقذ الأم وأخدوا الفلوس ومشوا. دي بقت عصابة، دي ما بقتش بنت الست، دي عصابة شريرة. ما ينفعش الكلام ده. وبقوا بياخدوا الفلوس من أي حد لأن البنت اتعودت على السرقة. هي الحياة ما ينفعش ان هي تبقى اتجاه واحد صرف بس، لازم الواحد يقدر قيمة الفلوس. ولو انتوا عجبكم الفكرة دي بفكركم تدوسوا اعجاب بالفيديو وتشتركوا كمان في القناة. ودي اخرة اللي يعمل السرقة طول الوقت، ان الام البنت بقت حرامية وبقت شحاتة كمان، والناس ما بقتش تديها غير اوحش الاكل واوحش الفلوس. في نفس الوقت الولد والام طول عمرهم كانوا عايشين أسرة واحدة. الأم ما تقدرش تسيب البنت، بس في الآخر عاشوا عيشة